لما تقتني أو تهدي منتج مصنوع يدوياً كان في كل مراحل صنعه الكثير من الحب والاهتمام بأدق التفاصيل. أبغاك تعرفي إن ذوقك مميز ورائع وبتغردي خارج السرب. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. مقدما كده أنا بشكر كل اللي سأل عليا إن بقالي شهرين غايبة. الحمد لله، اللهم لك الحمد على نعمة الصحة والستر. اللهم لك الحمد. ربنا يا رب يستركم ويديكم الصحة والعافية ويزيدكم من نعيم الله وفضله. هتكلم بس في الفيديو دي على حاجة بسيطة جدا. هتكلم ازاي تبيعي منتجات الكروشيه وانت في مكانك. يعني في ناس كلمتني كتير انت بقالك شهرين غايبة. انا كان عندي طبعا منتجات، اتكلمت في الحاجات دي كتير. كان عندي منتجات ان انا يعني معلش انا اسفة مش قادرة اتكلم. كان عندي منتجات كتير ان انا عاملاها يعني وبروح بيها معارض وكده، فكانت الحاجات دي موجودة عندي. فتعالي بقى هنا يعني انت بقى عندك يعني المنتجات دي والحاجات دي، فبتبقي شايلاها، فازاي ان انت تبيعيها وانت في مكانك. طبعا انت لازم يكون عندك خبره في التسويق. ما عندكيش خبره في التسويق مش هتيجي من يوم وليله. احنا الانسان بيطلع السلم درجه درجه، فمش هتيجي من يوم وليله. فلازم ان انت تسوقي كويس جدا، مره على مره هتاخدي في التسويق. يبقى من اهم نجاح ان انت تبيعي منتجاتك ان انت تسوقي. التسويق مهم جدا. تاني حاجة السلاسة او الملاينة في البيع والشراء. يعني ما تشديش قوي مع العميل في الاسعار. انت عارفة وحاسبة كويس جدا المنتج بتاعك، وعارفة ان العميل اللي قدامك ده هيفاصل، فبتزودي السعر عشان لما يفاصل يبقى انت اخدتي حقك. يبقى انت ما تسايسي في البيع وتلاقيني كده البيع والشراء بالبلدي زي ما بيقولوا. بعد كده هتقولي هبيع ايه. يعني انت عايزه تبيعي ايه، انت شاطره في ايه. انت لازم تشتغلي في اي حاجه. يعني اي حاجه اللي بيحبها الناس انت بتعرفي تشتغلي فيها، لازم تتخصصي فيها. يعني مثلا يعني انت مثلا بتعرفي تشتغلي شنط يبقى تتخصصي شنط بس. بتعرفي تعملي مفارش يبقى تتخصصي مفارش بس. بتعرفي تعملي يعني ديكورات، ستاير، مكرمية، بتتخصصي في الشغل اللي انت حباه، اللي انت عايزاه. الشغل اللي انت حباه هتنجحي فيه، وهتعرفي ان انت تسوقي منتجك فيه، وهتشتغلي وهتنجحي في المجال اللي انت تخصصتي فيه لان انت بتحبيه. طيب هتسعري على حسب العمل. انت هتبيعيه لمين؟ في عميل يعني انا بسميه مثلا عميل اكس. العميل الاكس ده مش هيفصل معاكي، فانتي بتحددي السعر على حسب العميل اللي انتي بتتعاملي معاه. في عميل ممكن يغلبك جدا ويخسف بمنتجاتك الارض. في عميل منافس. يعني ايه منافس او مشتت؟ ان هو يشوف منتجك ويروح ايه يدور على غيرك. يعني يقولك طب ما انا شفت المفرش في الحته الفلانيه انت عرضاه ب10 قروش، هي عرضاه ب8، طب خلاص روح هات ال8. فده بيبقى اللي هو المنافس، العميل المنافس بيخسف بمنتجاتك الارض. بيبقى يعني عايز ياخد منك حاجتك بأقل سعر. العميل الاكس ده بقى عارف حاجتك، فهياخد منك الحاجة بدون فصال، بدون كلام معاك. الحاجة بكذا ليه، هو مجرب حاجتك وعارف حاجتك. واحسن حاجة تتكلمي فيها العميل لما الحاجة بتوصل، بتقولي تسأليه رأيه ايه في الشغل، في المنتج، وصل متأخر ما وصلش متأخر. يعني بتهتم بالعميل جدا. كمان انا عندي هنا بصوا انا يعني اليومين اللي انا تعبت فيهم الخيوط اتبهدلت ازاي، كل حاجه اتبهدلت. ودي يعني اللي هي
كيس القماشة والبطانة، واللي هو البوري اللي هو اللي بنحطه في قاعدة الشنط. يعني عندي حاجات كتير جدا، وعندي اوردرات غير اللي انا كنت شغالة فيهم. فانا كانت الدنيا عاملة معايا جدا. وكنت انا بتكلم معاكم في البيع والشراء، فاهم حاجة عندي ان انتوا تسوقوا منتجاتكم كويس جدا، ودي اهم حاجة.